هو أنا إزاي ييجي لي job offer محترم؟ أنا مش عارف أجيبها لك إزاي، بس الحل كله في المحترم ده. ما ينفعش تكون في 2025 وما عندكش LinkedIn، ولازم الLinkedIn بتاعك يكون شكله زي اللي أنت شايفه ده، بورتفوليو قوي بيعبّر عن كاريرك وعن مهاراتك. رقم 2، ما ينفعش بقى تكون عامل LinkedIn وقاعد عليه ساكت، تعمل connect لناس في مجالك وتفاعل معاهم، وتتفاعل معاهم ده يعني مش تتفاعل بإيموجي، اتفاعل معاهم يعني اكتب لهم تعليقات. يعني مثلًا لو في حد كاتب بوست عن الماركتينج، اكتب له مثلًا عملتها إزاي دي، أو اكتب له مثلًا هل في طريقة تانية نعمل بيها الموضوع ده بطريقة أسهل. رقم 3، الachievements اللي أنت بتعملها في حياتك لازم تنزّلها أول بأول على LinkedIn. للأسف إحنا في عصر الماركتينج، واللي مش بيعرف يماركت لنفسه completely lost. دَوّر وراك أنت عملت إيه، لازم أنت تقول أنت عملت إيه. وصدّقني كل ما الreach بتاعك يعلى على LinkedIn، وكل ما تبيّن مهاراتك أكتر، وكل ما تبيّن قد إيه أنت شاطر، هييجي لك job offer ما لهاش نهاية. واعمل save على الفيديو ده وابعته لصاحبك اللي مش بيستخدم LinkedIn. وما تنساش تتابعني، لإن أنا مايكل مصري، وباساعدك يعني إنك تطوّر من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي follow.